عنوان الحلقة: الصلاة والعبادة. ماشي غير حركات، هذه مدرسة ديال الحياة. السلام عليكم الحباب، وكيف ديما منوريننا في البودكاست ديالكم. اليوم بغيت نهضر معكم على واحد الموضوع كاع كنديروه كل نهار، ولكن قليل اللي كيرد ليه البال علاش كنديروه اصلا. غادي نهضروا على العبادة. بزاف منا كيسحب ليه الصلاة ولا الصيام هي غير واجب خاصنا نحيدوه من الطريق وصافي، ولكن في الحقيقة العبادة هي التربية ديال النفس. 1. الفرق بين الرياضة والعبادة. شتو هادوك اللي كيديروا اليوغا ولا كيمشيو لاصال باش يترينيو؟ هاديك مزيانة للجسم، ولكن الإسلام جاب لينا شي حاجة كبر. العبادة هي رياضة ديال الروح. ملي كتسجد راه ماشي غير كتحني راسك للأرض، راه كتحيد الكبر من قلبك وكتفكر باللي كاين واحد الخالق كبير هو اللي كيدبر لك الأمور. 2. العبادة هي الضابط ديال النهار. تخيلوا معايا، المسلم نهارو منظم بطريقة عجيبة. الفجر كتفيق قبل ما تفيق الدنيا باش تقول لراسك الله هو الأول. الماكلة كتاكل الرزق الحلال وكتصوم باش تحس بغيرك وتعلم راسك الصبر. الخروج والدخول، حتى ملي كتخرج من دارك ولا كتدخل السوق وكتذكر الله راه كتحمي راسك من الغلط ومن الطمع. يعني العبادة هي بحال واحد البوصلة كتخليك ديما غادي في المسار الصحيح، ماشي غير غادي وصافي. 3. الشروط باش تنجح ليك العبادة. بزاف مهمة هادي، ماشي أي واحد صلى راه وصل للمقصود. باش العبادة ديالك تولي بصح تربية خاصها جوج حوايج. 1. النية الصافية، ديرها لله، ماشي حيت خايف من الناس ولا باش يقولوا عليك حاج. 2. الوعي، يعني ملي تكون كتصلي ولا كتسبح كون حاضر، فكر فشنو كتقول. العبادة اللي ما كتعلمكش تكون إنسان منظم وواعي فخدمتك ومع ولادك راه ناقصة بزاف. الخلاصة اللي بغيتكم تخرجوا بها اليوم: العبادة هي اللي كتصنع لنا الإنسان المسلم الحقيقي. هداك اللي كلامو حلو ويديه نقية وقلبه عامر بالمحبة للناس. العبادة كتخلينا نكونوا يد وحدة وكتعطينا واحد القوة داخلية باش نواجهوا الصعوبات ديال الحياة وحنا مرتاحين.